السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضراب عام للنقابات المستقلة في الجزائر احتجاجا على المساس بالحق في الإضراب، والرئيس يرفض التراجع عن القانون الجديد. تحضر النقابات الجزائرية المستقلة لإضراب واسع في القطاع العام يوم الثلاثاء غدا 28 فبراير 2023، تزامنا مع عرض مشروع القانون للعمل النقابي والحق في الإضراب على البرلمان. وتتمسك السلطات بالمقابل بهذين القانونين، نافية أي إخلال في الحق بالعمل النقابي الذي يكلفه الدستور وفقا ما ورد في تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة. وأكد تكتل النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات في بيان له اليوم أن يوم الاحتجاج المقرر يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 سيكون تعبيرا عن الرفض مشروع القانون بصيغتين الحالية والمطالبة بسحبهما من البرلمان وإعادة فتح مضمونهما للنقاش. في الكلمة الأخيرة التي صرح بها السيد عبد المجيد تبون للصحافة الوطنية أنه سيتم إلغاء قانون الحق في الإضراب، وعليه فإن هذه النقابات قامت بهذا الإضراب، وعليه فإن النقابات التربية ساندت هذا الإضراب، وغدا سيكون إضراب على مستوى المؤسسات التربوية. سنوافيكم بكل ما هو جديد بهذا الخصوص. أترككم في رعاية الله وحفظه.